ازيكم عاملين ايه؟ السلام عليكم جميعا. النهارده هنعمل ورقة لحمة بطعم زمان اللي احنا متعودين عليها ومتربيين عليها من زمان، وان شاء الله هتطلع معاكم بنفس الطعم. جربوها بطريقتي وهتعجبكم جدا. الاول هيبقى عندنا نجيب بطاطس وجزر وفلفل الوان وبصلتين كبار كده حلوين، وفلفل حراق اللي حابب يعني هنا يديها طعم مشطشط شوية، وهنقطعهم شرايح. وهيكون محضرين عندنا لحمة بتلو او حتة من الموزة، لان هما دول اللي هيستووا بسرعة من غير ما نشوحها ولا اي حاجة. وهنحضر حبة بقدونس وشبت صغيرين قوي كده بيدوا طعم حلو قوي للورقة كده، وانتي بتفتحيها بتبقى ريحتها حلوة. هنحضر بقى كل الحاجات اللي عندنا، هنقطعها شرايح ونحضر ملح وفلفل وبهارات لحمة، ورق اللوري والحبهان والقرفة. القرفة بتدي طعم حلو قوي، ما بيبانش الطعم اللي انتم متخيلينه، يعني مش تبقى ريحتها قرفة، لا هي بتشيل الزفارة من الفراخ ومن اللحمة، ومن كده بتديكي الطعم الحلو ده اللي انتي بتحبيه. هنجيب البرام، لو نقدر نسخن البرام قبلها ونقدر نستحمل ان هو يبقى سخن ونحط فيه الورقة والمقادير كلها، حلو قوي عشان ما ياخدش وقت في الفرن. ما قدرناش خلاص نسيبه بقى براحته كده ساعة ونص في الفرن براحته خالص. هنرص اللحمة بالطريقة اللي احنا شايفينها كده، بنتبلها كويس قوي بالملح والفلفل والبهارات، ونحط عليها الثوم المفروم وكل حاجة، يعني كله بيتوزع على اللحمة. نتبلها طبعا بره كده شوية بحيث انها تتبل كويس من جميع الجهات، عشان ما يبقاش فيها حاجة مش مليهاش طعم. ودي احسن انواع اللحمة، قطعية اللحمة اللي ممكن ان احنا ناخدها هتدينا طعم حلو، وتبقى بتدوب في البق كده، وتبقى ناعمة معانا في الاكل. هنحط على ورقة الزبدة، طبعا بنحط ورقة فويل وبعدين ورقة الزبدة، ونحط فيها حبة زيت زيتون كده بس عشان ما نبقاش كتير لانها شوية. وهنحط شوربة لحمة فيها لحمة الملبسها اللي هي اللي بيبقى فيها شوية دهون برضه هتدي طعم. بس بنرصها بقى بحيث ان هي جزء خضار على اللحمة على كده، يبقى بحيث انها تتوزع عشان الخضار كمان يشرب من طعم اللحمة، يبقى طعمه جميل كده وانتوا بتاكلوه. خلص كل ده مش تاخد مننا وقت خالص. اجمل حاجة اكلات الفرن دي بقى ان احنا بنحط الحاجة كلها على بعض وندخلها الفرن، رز معمر معاهم، اي حاجة كده، مكرونة بشاميل، اي حاجة تدخليها الفرن. احنا طبعا كنا عاملين مع الاكلة دي الرز الابيض العادي. حطيت اهو بولة شوربة لحمة معاها اللحم الملبس ده، بيبقى بيدي طعم حلو قوي برضو. ونقفلها كويس قوي وهنسيبها ساعة ونص على الحرارة 200، تطلع زي الفل. يعني اللحمة ما دايبة خالص. ويعني جربوها كده وقولوا لي اخبارها ايه معاكم، طلعت صح ولا لا. بس هي هتعجبكم جدا بجد. الطعم ده، التصوير مش عارفة ليه اللحمة بتطلع غامقة كده، بس هي لا، اللحمة مش غامقة قوي كده، هي لونها حلو، ولونها يعني احلى من كده. بس يعني يعني هي هتبان شوية كده ما بتتقطع. وبألف هنا، ويسعدني سماع تعليقاتكم.